ولادك بعتلك رسالة معايا وبيقولولك كفاية مكرونة وبانيه عشان زهقنا. امال تعملي لهم ايه؟ تعملي لهم اكلة مش هتاخد منك اكتر من 15 دقيقة. تابعوا معايا الفيديو للاخر ويلا شجعوني بلايك كتير ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. معايا صدور الفراخ زي ما متعودين اللي احنا بنعملها بالطريقة اللي هي البيض والبقسماط، بس النهاردة هنجدد من طريقتنا شوية. هنتبلها بشوية بهارات عندنا في البيت، بصل باودر، توم باودر، جنزبيل باودر، وفلفل اسود وبابريكا. هتضيفي كمان ملح وما تكتريش الملح، وتبتدي ان انت تقلبي الصدور دي كويس جدا لحد لما تتشرب من التتبيله والبهارات اللي احنا ضفناها مع بعض. في الوقت ده انت تقدري هنا تعملي اي كميه انت عايزاها او حباها، بس انا نصيحتي ليكي طالما بتجربي وصفه جديده يبقى جربي في كميه صغيره، علشان ايه؟ الاكل ده اذواق، يا تعجبك يا ما تعجبكيش. طيب نروح هنا للخطوه اللي بعد كده. بجيب حله عندي على النار، بضيف لها 3 معالق كبار من الزيت، وعليهم معلقه كبيره كده حلوه من الكركم، عليهم بقى ايه؟ حبهان وورق الغار، مكعب من المرقه لو حابين طبعا. وبعد كده بضيف عليهم ربع كوبايه من الميه، بدوب طبعا مكعب المرقه كويس بالميه. وبعد كده بضيف الرز البسمتي كوبايه من الحبه الطويله المغسول كويس جدا ومتصفي، وابتدي ان انا اقلب الرز مع التوابل والتتبيله لحد لما يكتسب من السخونيه، ودوت بيؤدي ان الرز في الاخر يطلع معاكي مفلفل مش معجن. بتضيفي الميه للمقدار اللي احنا ضفناه، وطبعا كوبايه الرز بتاخد كوبايتين من الميه، وكمان بتضيف الملح وما تكتروش ملح عشان ضفنا المرقه. بتغطي عليهم، واول لما يغلي بتهدي عليهم النار خالص وتسويهم تسويه الرز العادي. في الوقت ده كمان بتروحي بقى عندك كده كوبايه كبيره من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، هتضيفي كاري وتضيفي كركم، هتضيفي كمان ملح، وكمان هتضيفي رشه بسيطه من الفلفل الاسود، وتقلبي تقلبتين كده للمواد الجافه اللي احنا ضفناها مع بعض. هتكون كمان الفراخ عندنا او صدور الفراخ اتبلت وشبعت كده من التتبيله بتاعتها. تروحي جايبه قطعه قطعه، وتبتدي ان انتي تضيفيها في الدقيق والنشا وتضغطي كويس جدا جدا. انا عايزاها تتغلف وتاخد كفر حلو، يعني مش كفر خفيف، لا انا عايزاها تاخد كفر حلو تقيل كده زي ما انتوا شايفين معايا، لحد لما بتخلصي الكميه كلها. وفي الوقت دوت بيبقى معاكي طاسه معانا على النار، بتضيفي لها مكعب من الزبده وكمان معلقه من الزيت. طب انا ما عنديش زبده، ممكن تستخدمي سمنه، بس الافضل هنا ان انت تعملي الميكس ما بين الزبده والزيت علشان هتاخدي طعم حلو. بعد ما بتسخن كويس جدا جدا الزبده بتاعتنا والزيت، ولازم طبعا تسخن، تروحي نازله بكميه الفراخ مره واحده. طب انا ليه هنا بسيبها تسخن كويس؟ علشان انا مش عايزه الفراخ اللي معانا او الصدور اللي معانا تفقد اي سوائل منها. تقليبه والتانيه تاخد وش حلو كده لونه ذهبي زي ما انتوا شايفين معايا، ومش شرط هنا تستوي خالص. وبعد كده تروحي رافعه الكميه كلها من على النار، وفي نفس الطاسه هتنزلي بيه، قولي مثلا ايه 3 فصوص توم كده مهروسين، ما تكتريش التوم. وانا هنا مش عايزه التوم ياخد لون خالص، لا بالعكس انا عايزاه يفضل زي لونه بالظبط. بضيف على طول بعديها كوبايه من الميه و3 ليمونات كده حلوين، وكمان بضيف عليهم معلقه كبيره من المرقه الفوريه او المكعبات اللي متوافر عندك. ببقى محضره في الوقت ده كوبايه من الحليب، بضيف عليهم معلقه كبيره من الدقيق، واقلب وادوب الدقيق مع الحليب، وانزل بيهم وعليهم الفلفل الاسود والكاري، ودي الجبنه الكريمي اللي كنا عملناها في البيت. خلي بالكوا انا هنا ما بشتريش اي حاجه من السوبر ماركت، انا بعمل كل حاجتي في البيت. وادي الجبنه اهي، مش هناكلها سندوتشات بس، لا بالعكس ده احنا كمان هنستخدمها في وصفاتنا. معلقه كبيره كده وتقليبه في التانية، وشرايح من الليمون. وبعد كده تروحي نازله بكميه الصدور كلها زي ما انا بعمل كده، وتروحي سايباها على النار مده قولي مثلا دقيقه ونص. طيب لحد امتى؟ لحد لما تبقبق. وعشان تاخدي طعم حلو قوي ضيفي بقى الشبت ده، والله الله على الريحه والجمال والاختلاف، حاجه كده بره الصندوق خالص. ابعدي بقى عن الوصفات التقليديه دي وخليكي في الجديد. شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ حاجه ريحتها يعني مش قادره اقول لكم عامله ازاي، ولا طعمها كمان المزازه رايحه في حته تانية خالص. وده الرز بتاعنا اللهم بارك بقى مفلفل وجميل اهو. عايزه بقى تاكلي معاها رز زي ما انا عملت، عايزه تاكلي معاها مكرونه سباكيتي، اللي تحبيه اعمليه معاها. ممكن كمان فكره كمان تعمليها معاها، ممكن تعملوا معاها بطاطس بوريه كده، بتبقى حلوه قوي لو اكلتوها وحطيتوا الصوص ده عليها، هتبقى جميله جدا جدا. اكله مشبعه وسريعه وسهله وما خدتش منك وقت خالص. انا كده خلصت فيديو النهارده.
لو شايفه ان نشوتك حبيبتك بتقدم لك محتوى هادف شجعيها بلايك كتير وشير كتير. كمان ما تنسوش تمنشنوا اصدقائكم اللي بيحبوا الوصفات الجديده المختلفه. بحبكم جدا جدا، اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.